طيب وليه بالذات الزمن اللي فات الناس كانت بتعرف توازن اكتر؟ انا هقول لك يا صديقي، لان النظام نفسه كان ابسط، ما كانوش بيشتغلوا بالساعات الطويله اللي احنا بنشوفها دلوقتي. كان السوق ليه وقت، والمجتمع ليه نظام، والناس كان عندهم وقت للعباده ولاهلهم ولنفسهم. البركه كانت في الوقت، وكانوا بيبداوا بدري ويرتاحوا ويعيشوا ايامهم بعد الشغل. لكن دلوقتي النظام الاقتصادي الجديد والمتطلبات الكتير واجهزه الموبايل اللي بتوصلنا بالشغل على طول، الكلام الفاضي عن البقاء للاقوى، المقارنات بين الناس، كل ده غير شكل الحياه. الناس بقت تفتكر ان طول اليوم شغل هو الصح، لكن الصح مش كده ابدا. الشغل مطلوب مننا هو شغل باتقان واعتدال. السعي الحقيقي انك تشتغل بكل طاقتك في الوقت المناسب، وتدي لنفسك حقها في الراحه، وتدي لاسرتك واهلك وقتهم، وتدي لعبادتك مساحه في يومك. اسال نفسك، لما تشتغل كتير هل فعلا بتعيش حياه فيها بركه؟ هل الصحة النفسية والجسدية استقرت؟ هل العلاقات بقت قوية؟ هل العبادة مستمرة زي ما تحب؟ ولا اكتشفت انك في سباق ملوش نهاية؟ الشغل عبادة بس لما يكون بإخلاص. لكن الراحة هي كمان عبادة، الاهتمام بالأهل عبادة، وتخصيص وقت لنفسك عبادة.